الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. لفت نظري على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذباب من الدول العربية، بعض الأفراد يعني الدول العربية أشقائنا وإخواتنا، لكن في ناس مش فاهمة ولا عارفة التاريخ ولا عارفة وبتهجص بالنسبة لدول شمال أفريقيا، قافلة التمثيل وقافلة الخداع وقافلة الإخوانية والفتن يعني قافلة سوء، وفيها جواسيس إسرائيليين كمان. القافلة دي أقدر أقول لكم يعني من فيها جواسيس لليهود من دول غربية وعملاء للموساد، ودول مش فاهمين حاجة. هاب لو مسكوها طبلة عايزين ندخل مصر سندوا ايه؟ ده لو عسكري اسرائيلي ضرب طلقة واحدة هتجروا زي الفيران وخبونا يا مصريين. وهم توروا مصر انها لا ده يعني يا تخربوها يا توروا ان احنا ده مش ضد القضية الفلسطينية. لا، احنا من 48 لحد يومنا هذا بندفع من دمنا ومن شهدائنا ومن فلوسنا ومن اموالنا كل حاجة، والدنيا كلها عارفة. ما فيش داعي للكلام. واخد بالك؟ انما انتوا شعارات شعارات، سواء دول شمال افريقيا او دول الخليج، حاجه يعني مش الدول، الشعوب. برضه انا بقول الحكام، اما الشعوب فيهم ناس تتقي الله، مسلمين على حق. احنا انما الحدوته التانيه، طب مصر انتوا ما عملتوش ليه زي ايران؟ لا احنا عملنا، مع ايران لسه ما عملتش تومن اللي احنا عملناه. دول شمال افريقيا عملتوا ايه انتوا في القضيه الفلسطينيه؟ دول الخليج عملتوا ايه للقضيه الفلسطينيه؟ احنا عندنا مساعدات بس 70%، دول الخليج ودول اجنبيه ودول فرنسا كلهم 30%. ده المنظمات الدوليه هي اللي بتقول كده، مش احنا اللي بنقول. انما احنا لينا سياسه ولينا امن قومي ولينا بتاع، ما احنا مش شايفين حد واقف معانا. احنا امريكا ما بتقلبناش، مش احنا عاملين معاهده سلام بس معاهده السلام دي من موقف انتصارنا في حرب اكتوبر، وجات معاهده السلام. واسرائيل اقسم بالله لو عارفه مصر ضعيفه لان عارفانا شعب مش هنسيب شبر الا لما نحارب عليه ولو موتنا كلنا. فلذلك اسرائيل وامريكا مش هبل، عملوا معاهده السلام لان مصر عارفينها بلد النضال وبلد الكفاح وبلد الرجاله، مش هنسيبها. واخد بالك؟ ادونا الارض، بقيه الارض. تمام تمام. الله يرحمه السادات، بطل الحرب وبطل السلام. ويجي حسني مبارك حافظ على السلام، لاننا عارف الدول العربيه يدخل القبر منهم، عايشين لنفسهم. ده ده العماله المصريه لما تروح دول الخليج، بعض الناس، بقول مش كل الناس، في دول الخليج بيحاولوا يستعبدوا العمال المصريين والاطباء ومهندسين ودكاتره وعلماء وبتاع. بنروح نشتغل ونعرق وبيعايرونا ان احنا بدنا المرتب بعرقنا يا اخويا. امالنا بنشتغل، احنا اللي بنيناكوا علمناكوا طببناكوا. ثورة الجزائر وقفنا معاها. انا عمي كان في المخابرات المصريه، بعتته هناك كان بيحارب في حرب الجزائر. عمي يعني الله يرحمه. واخد بالك ازاي؟ واتأثر هناك وقعد سنه واسوء ور- ورجع الحمد لله. مصريين كتير ماتوا في الجزائر. الجزائر بعتت لنا كتيبه او كتيبتين في حرب اكتوبر بناء على اللي احنا عملناه معاهم في الجزائر. وهواري ابو مدين الله يرحمه بعت، الحق يتقال، ما احنا بنقول اللي لينا واللي علينا. بعت لنا السوفيت عشان يدونا سلاح. الشاه ايران، ايران دي، والشاه ايران ده ايراني اصيل الله يرحمه برضه، بعت لنا البترول فيديوهات انور السادات على الفيديو، بعت لنا البترول وساعدنا. اللي انا عايز اقوله
ان احنا اللي بنقلب امريكا. امريكا بتدينا في السنه بتاع مليار و 300 او 400 الف و 500 الف تقريبا، حاجه زي كده، عشان نفضل محافظين على معاهده السلام مع اسرائيل. انتوا امريكا بتقلب العرب كلهم في كل حته، بما فيهم دول الخليج دافعين 5 مليار، وترامب كل شويه يطلع يقول لك انا جبت 5 تريليون يا ربي. 5 تريليون. ال 5 تريليون دول بيدعموا مين؟ بيدعموا امريكا اللي هي ايران بتدافع عن المسلمين وبتدافع عن القضيه الفلسطينيه، ويدكوها بفلوس مين؟ بفلوس دول الخليج. وبعد كده هندوروا على مصر بفلوس دول الخليج. لكن احنا قدهم، قد اسرائيل وقد امريكا. واخد بالك ازاي؟ انما العرب سلبيين، كل مش العرب، حكام العرب. ما اسمعش صوت واحد على السوشيال ميديا يجيب سيره مصر. مصر ان شاء الله يا ربنا قال، الرسول عليه الصلاه والسلام قال خذوا منها خير اجناد الارض المصريين، وقال ان مصر في رباط يوم الدين، ارض الانبياء وارض الرسل وارض التاريخ وارض الحضاره وارض كل حاجه. احنا المصريين افتخر، ارفع راسك وانت مصري. انتوا معاكم البترول ومعاكم الفلوس، احنا معانا خير ما ينتهيش ومش هينتهي. وربنا عمرنا ما بيدين مصر ولا شعب مصر، عشان احنا مع ربنا وبنقف ضد الحق من قبل. ده الفراعنه كان عندهم توحيد، بعض الفراعنه كان في توحيد، لا اله الا الله. احنا احنا مناره الاسلام والمسلمين زي ما قال الشعراوي. احنا علمنا الاسلام للبلد اللي نزل فيها الاسلام، السعوديه، والسعوديين عارفين كده ولله الحمد. فاحنا ايران ايران امريكا ما قدرتش تقلبها ولا تاخد منها فلوس ولا وافد. وان شاء الله امريكا لو دخلت الحرب، خد بالكم يا عرب، ربنا ممكن يقلب، ممكن الاشعاعات النوويه تيجي عليكم في دول الخليج. وانا عارف انتوا عمالين تصلوا وتدعوا تقولوا يا رب امريكا ما تخشش الحرب. لو دخلت الحرب يبقى خراب عليكم. مش هتسيبكم ايران، ولا هتسيب امريكا، ولا هتسيب اسرائيل. ومن يتق الله يا جماعه يجعل له مخرجا. اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. ومن ينصر الله ينصره. ومن ينصر الله ينصره. انتم ما بتنصروش. لا لا لا، ما تنصروش، هنصركم لا. انما احنا بننصر رب، بننصر الحق وبننصر الدين وبننصر الوطن العربي واخد. فاتقوا الله. وكل اللي على السوشيال ميديا من شمال افريقيا لدول الخليج يخرس. الوحيد الرئيس اللي قال دلوقتي لا لامريكا 5 6 مرات السيسي، وجيش مصر وشعب مصر. انتم اللي ادي طياره واللي يدي فلوس واللي زارت واللي يجيب نسوان ترقص بشعرها. اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. اللهم انصر الايرانيين، وانصر الغزاويه، وانصر الفلسطينيين، وانصر كل صاحب حق. امين يا رب. على اليهود والغاشمين المجرمين، وعلى الامريكان الاكثر اجراما منهم. وتحيا مصر، وان شاء الله تفتح رأس دايما، رفع راس منصوره، عشان احنا بندافع في الحق وللحق وماشيين في سبيل الله. ومن يتقي الله يجعل مخرجا. احنا شعب مصر بنتقي الله فينا وفي الدول العربيه، وبنتقي الله في اسلامنا. ربنا عمرنا ما هيظلمنا ولا هينصر علينا ظالم. وتحيا مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.